ألقي القبض على شابة كويتية صورت ليلة دخلتها على شريط فيديو في أحد الفنادق. وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام كويتية، فإن أحد موظفي الفندق وجد الشريط الذي تركته العروس، ما أدى إلى انتشاره بسرعة. وحملت وحدة مكافحة الجرائم الأخلاقية في الكويت ذنب الفيديو للزوج والزوجة معا بعد انتشاره، قبل أن ينكر الزوج معرفته بما قامت به زوجته. وقال القاضي: تعودنا على هذه الأمور من بعض الشباب الذين لا يبالون بأعراض الناس، ولكن ربما هذه هي المرة الأولى التي تتجرأ فيها فتاة على القيام بهذا العمل ومع زوجها وشريك حياتها. هذا الأمر أدى بالزوج إلى رمي يمين الطلاق على زوجته لفتح العلاقة الشرعية علنا، بعدما أمر القاضي بحبسها على ذمة التحقيق وإطلاق سراح الزوج.